هي طبعا وفاة مفاجئة، لم يكن يتوقعها أحد، لأن عبد الله محمد مرسي كان سنه 24 سنة. نعم، شاب. نعم. ولم يكن يعاني من أي أمراض على الإطلاق. صحيح. وبالتالي نحن نتهم السيسي بقتل هذا الشاب. وحدث أشياء معه يعني غريبة شكل، نقل على إثرها إلى مستشفى. وحسب أقوال الأطباء أنه كان عنده تشنجات غير مفهومة. تشنجات يعني أفعال عصبية نعم. غير مفهومة. مات على إثرها أو مات بعدها مباشرة. واضح أنه تناول شيء أو أخذ شيء عمل في جسمه شيء، مثل ما حدث مع والده حدث مع عبد الله عليه رحمة الله. وبالتالي فالسيسي يتحمل مسؤولية هذه الوفيات كلها بالكامل، ولا أحد غيره في مصر يحمل وزن هذه الجرائم، جرائم القتل التي يرتكبها مع أبناء شعب مصر. هو كذلك بالضبط. نحن لا نعرف كيف ذهب إلى المستشفى ولا لماذا ذهب إلى المستشفى، ولكن علمنا أنه جاءته تشنجات، يعني أفعال حركات شديدة داخل المستشفى، ثم مات بعدها. من أين جاءته وهو شاب عنده 24 سنة ولا يعاني من أي أمراض على الإطلاق؟ لا يوجد مرض عنده أساسا. فكيف تأتي هذه التشنجات؟ هناك شيء غير واضح غير مفهوم في هذا الأمر، نحمله للسيسي يعني.